وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. الله أكبر. مشي الرجال إلى المساجد كله خير، كله خير. ومن خير مشي الرجال إلى المساجد أنه بكل خطوة تخطوها إلى المسجد تكتب لك حسنة، بل تكتب لك 10 حسنات بكل خطوة تخطوها إلى المسجد. وبالخطوة الأخرى ترفع لك درجة وتحط عنك خطيئة. إذن انتبهوا يا أخوة، التحقيق أن كل خطوة صدقة، وبكل خطوة يكتب للإنسان 10 حسنات. يعني خطوة اليمنى 10 حسنات، خطوة اليسرى 10 حسنات. ولكن الرجل الأخرى يضاف معها أن ترفع درجة وتحط خطيئة، تمحى سيئة، ويكتب لك أجر صدقة. كل خطوة تمشيها إلى المسجد يكتب لك أجر صدقة. إذن يا إخوة، ربما كان الإنسان يبعد عن المسجد مسافة فيخطو 400 خطوة فتحصل له الصدقات عن السلامة، لأن المطلوب منه أن يتصدق ب360 وهو تصدق ب400. ولذلك يا عبد الله لا تضجر من بعد بيتك عن المسجد. نعم، هو لا يطلب ويذهب الإنسان من طريق بعيد من أجل المسجد، لا، ليس بمشروع. لكن إذا كان بيتك بعيدا عن المسجد فاحمد الله على النعمة واذهب إلى المسجد. كل خطوة صدقة، اليمنى صدقة واليسرى صدقة، اليمنى صدقة واليسرى صدقة. والخطوة الأولى يكتب لك، وكل خطوة يكتب لك بها 10 حسنات، والخطوة الأولى يكتب لك بها 10 حسنات، والخطوة الثانية مع ال10 حسنات تمحى عنك خطيئة وترفع لك درجة. هذا التحقيق الذي فيه الجمع بين النصوص. يا الله، والله يا إخوة، لو لم يرد في صلاة الجماعة إلا هذا الفضل لكان حقيقا بالرجل العاقل أن لا يتخلف عن صلاة الجماعة. فكيف وقد وردت نصوص وورد وعيد شديد للرجل الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر.